بتحس بتوتر مستمر، تعرف ان ضغطك النفسي ده ممكن يخلي سكر الدم بيتجن عليك. التوتر بيخلي الجسم يفرز هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول، وده بقى بيخلي الكبد بيفرز سكر زياده في الدم، وللاسف بتقل حساسيه الجسم للانسولين. يعني مع الضغط النفسي سكر الدم بيرتفع بسهوله، وده ممكن يزود مضاعفات المرض. كمان التوتر بيأثر على نومك واكلك، وده بقى بدوره بيأثر على السكر بشكل سلبي. وخليني اقول لك ان كان عندنا مريضة سكر بعد ما فقدت شغلها دخلت في حالة توتر كبير، والنتيجة ان السكر بتاعها رفع فجأة. وبعد ما فهمنا الحالة والاسباب الاساسية ابتدينا نتعامل مع التوتر بشكل افضل، وبعدها الحمد لله السكر استقر. فدكتور سكر بيقول لك لازم تعرف وتسيطر على التوتر بتاعك، ولازم تطلب المساعدة لو حسيت ان الامور بدأت تتعبك، لان صحتك النفسيه لها دور كبير. دكتور سكر بيقول لك اهتم بنفسك، وما تنساش تابعنا في حلقاتنا اللي فات، لان معلومه واحده ممكن تغير حياتك.